مقابل الهلال، فكونا يا جماعة، والله كرهت الكورة بسببهم يا أخي. رسميا قرعة كأس الملك، الاتحاد ضد الهلال. الله يسعدكم يا جماعة، الحساب عليه تحذير إضافات. يا أخي أنا ما أبغى أنتقم يا أخي، والله ما أبغى أنتقم، أنا ما أبغى آخذ حقي، هي بالقوة، أنا ما أبغى يا أخي، ليش تحطونا معاهم يا أخي؟ حسبي الله ونعم الوكيل يا أخوان، والله حسبي الله ونعم الوكيل. الحسنة الوحيدة في القرعة اللي شفتها هي الكأس بس، حلو وخلاص. لا تكفى. اي والله. لا يا رب. يا رب. لا يا رب. لا يا رب. يا رب اثنين. لا يا رب. يا رب أربعة. يا رب اثنين. يا رب أربعة. كم؟ حسبي الله. هيا تعال. ميت. لا تنزل. حسبي الله ونعم الوكيل. خلاص. تعال 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 تعال. وين رايح؟ هذه البطولة كيف؟ الخليج. الله يبلشكم. الله يبلشكم. الله يجب. أبها في دور الثمانية. دوري أقول شيء. آسيا كأس الملك. هات الهلالي. ها تعالوا. والله العظيم من مشجع هلالي أقول كفاية على الاتحاد. المواجهة السادسة في الموسم واحتمالية مواجهة سابعة في كاس السوبر، لازم نفرح للاتحاد ونواجه النصر ولا الخليج، كذا كثير عليهم. شفت لما يتضاربوا واحد قوي وواحد ضعيف وما حد يجي يفارع، هذا وضع الاتحاد. طيب شفت لما تلعب مع واحد بلاي ستيشن وما يعرف يلعب، تسجل عليه 7 أهداف يقول لك اتحداك سجل الثامن، هذا وضع الاتحاد. قسما بالله بديت احزن عليهم خلاص. يعني الهلال قاعد يتبزرن حاليا. في عام 2011 الاتحاد هزم الهلال في اسبوع مرتين، الان الهلال بيهزم الاتحاد في موسم تقريبا 7 مرات. يوم اتكلم انا يا جماعه الخير اقول فكونا من الهلال، ما اقصد اني انا اقل من فريقي، لا. شوف النتائج، الهلال كم فاز عليك في العربيه والدوري واسيا، والاتحاد عنده ظروف صعبه الله بها عليم، وهذا حسابي، لا تنسى اللايك والفولو. طبعا انا كنت اتمنى الخليج، لان الاتحاد بيقابل الهلال عنده لاعبين مصاب، بنزيما ما يغيب الا قدام الهلال، عنده غياب جوتا، عنده اصابات، عنده ظروف. الهلال بيلعب معك باللاعب رقم 12، معك بالفار، معك بكل شيء، بالنفوذ، بكل حاجه. عشان كذا احنا قلنا نبغى الخليج، بعده خير، يمكن النصر، يمكن الهلال، لكن الدوري، اسيا، الملك، بطولته، لو يلعب معي في الحاره، كاس الصداقه بتلقاه قدامك في القرعه. والله حرام يا اخوان، ايش حظ الاتحاد هذا الموسم؟ لا تنسى لايك. يعني لا دوري ولا اسيا، يلعب معك حتى في الحاره. والله لو اني انا ماكل مالي اليتيم يوم تلعب معي الهلال، خلاص يا ولد قول ما بلعب معكم يا اخي. قسم بالله تعبنا يا اخوان، احنا نبيهم في النهايه، ما نبيهم في يا اخي يا الهلال، يا اخي فكنا يا اخي. انا والله يا عيال من البارح وانا انتظر القرعه وسويت بث ومتابعيني جو بالبث، وادعي ربي قول يا رب الخليج، يا رب الخليج، يا رب الخليج. في النهايه الهلال احنا ما كنا مالك، والله ما خذينا من فلوسك ولا سوينا لك شيء يوم تلاحقنا لا في اسيا ولا في الدوري. خلاص يا ولد اتركنا. وقبل نكمل اللايك والفولو يا حبايب، جعلي في دولكم اضافات هذا حسابنا، لكن الله المستعان. اللي هونها علي ان المباراه في الجوهره والهلال عنده 9 مباريات، ممكن الهلال بتجيه ظروف لانه بيكون مضغوط، وباذن الله باذن الله الاتحاد يسويها. تعال الهلال، تعال باذن الله نسوي. هي بالقوة نفوز على الهلال، أنا ما أبغى أفوز على الهلال السنة هذه يا أخي، السنة هذه أنا ماني كويس، مستوايا مو كويس، لاعبيني سيئين يا أخي. بإذن الله السنة الجاية نتفاهم يا أخي، لازم السنة هذه ناخذ حقنا، ما أبغى آخذه. اتدقدقنا في العربية، اتدقدقنا في الدوري، اتدقدقنا في آسيا، إيش باقي؟ والمشكلة الأكبر لسه باقي سوبر، يعني حنفوز في السوبر وحنقابلهم في النهائي. يا أخوان شيلوا الفريق العلة هذا، شيلوه. يعني يا ريت الموسم اللي فات كنا ننافس، كنا كويسين، مباراة تعدي، مباراة تحس انك حتفوز، اما الموسم ده كله مباريات جلد. لا اله الا الله محمد رسول الله. عندي احساس نطلع مع هلال، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اقسم بالله هذول ما يقدر لهم الا عز الحكيم. عز الحكيم بس الوحيد اللي يقدر له. والله مو خوف مني كم، ولا انه يعني اني كم قويين، بس فريق مدعوم من كل النواحي، فريق كامل وكامل وجهه، مستحيل انك تفوز عليه. الاتحاد ما يقدر يفوز على الهلال الموسم الجاي، اكون معكم صريح، والله مو خوف من الهلال، بس الهلال قوي الحين، اسماءه قويه، من دعم خلاص، كل مركز وقوي، كل لاعب قوي بمركزه. لا حول ولا قوه الا بالله. احسن قرعه تطلع معهم الله.
يا ربي والله تعبت طفشت والله العظيم انها تسبتي وانها تحيلي. يا رب تكفى يا رب رمضان فكنا من شرها. يا رب نطلع مع الخليج، خلي يتصبحونا والنصر يا رب يا كريم يا رب. وعدكم الموسم الجاي والله لوريكم والله. وغاب راغد النجار وأوتافيو عن المشاركة مع الفريق النصراوي في لقاء رائد الأخيرة، والتي خسرها العالمي ب3 أهداف مقابل هدف. وكان النصر قد تلقى الهزيمة في مباراة ذهاب أمام العين بهدف نظيف سجله المغربي سفيان رحيمي في شباك ديفيد أوسبينا في مباراة لقاء التي جمعت بين الفريقين على ملعب هزاع بن زايد. فجرت تقارير إعلامية الجمعة مفاجأة من العيار الثقيل بشأن كواليس الوضعية المتردية لفريق الكرة الأول بنادي النصر السعودي خلال الفترة الماضية. وسقط فريق النصر في فخ الخسارة على يد فريق الرائد بهدف مقابل 3 في إطار منافسات الجولة 23 من الدوري السعودي، ليستمر في المركز الثاني برصيد 53 نقطة. وكتب الإعلامي فيصل الدعجاني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: لم أحب الحديث في الأيام الماضية عن سبب الانتكاسة التي حلت في النصر، لكن بعد هذه الفضائح والنتائج يجب عدم السكوت من أي نصراوي أو محب لكرة القدم السعودية. وأضاف بالقول: من قبل رحلة الصين كان الفريق في أعلى مستوياته، جاء الإيطالي غويدو فينغا واستلم جميع المهام، فرغ النادي من الإداريين السعوديين ثم انتزع جميع الصلاحيات من الجميع. واستطرد خلال تغريدته بالقول: لم يكتفي بذلك بل جلب أبناء جلدته للعمل بالنادي بعد استبعاد الغيورين على سمعة النادي ومحبيه والعارفين بنادي النصر. وزاد: الوضع ساء أكثر قبل مباراة ذهاب أمام العين بسبب عدم رغبة اللاعبين بوجوده وعمله الإداري في الفريق. ما يحصل في النصر حاليا جريمة وهدر لمكتسبات النادي وإفساد لعمل وخطط وزارة الرياضة ورؤية المملكة 2030. وشدد على أنه يجب التدخل في أسرع وقت والجلوس مع اللاعبين ومعرفة سبب عدم رغبتهم باستمرار الإيطالي غويدو فينغا وحل ما يمكن حله. وأتم: ليس من المنطق نجوم صرفت عليهم الدولة ملايين الدولارات تتم متابعتهم من جميع أنحاء العالم يتم تدميرهم بهذه السهولة. علق كريستيانو رونالدو بالمركز الأول بعد الخسارة الأخيرة أمام الرائد في دوري روشان. وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: كل إخفاق هو حق لعودة أكثر قوة. وخسر نادي النصر بثلاثية لهدف ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري روشان لكرة القدم. النصر إلى النقطة 53 في المركز الثاني من جدول ترتيب دوري روشان لكرة القدم خلف الهلال المتصدر.